السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي. عنوان هذا الدرس أقوم تعلماتي، وهو خاص بحصة التقويم ومراجعة دروس الوحدة الثالثة الحصة الأولى. إذن أختار الجواب الصحيح بوضع علامة في الخانة المناسبة. السؤال رقم 1: تحتاج الكائنات الحية لكي تبقى على قيد الحياة إلى الهواء والضوء فقط، النوم والغذاء فقط، الهواء والغذاء والماء والمسكن. إذن سنضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذن تحتاج الكائنات الحية لكي تبقى على قيد الحياة إلى الهواء والغذاء والماء والمسكن. الهواء والضوء لا، ثم النوم والغذاء لا. إذن تحتاج إلى الهواء والغذاء والماء والمسكن. التمرين الثاني: في السلسلة الغذائية الحيوان المفترس يتغذى بالحيوان العاشب. الحيوان العاشب هو المفترس. الحيوان المفترس يتغذى بالعشب. إذن سنضع علامة في الخانة الجواب الصحيح. إذن في السلسلة الغذائية الحيوان المفترس يتغذى بالحيوان العاشب. عبارة صحيحة أن الحيوان المفترس هو الحيوان الذي يتغذى بالحيوان العاشب. الحيوان العاشب هو المفترس. إجابة خاطئة. الحيوان العاشب يكون هو الفريسة وليس المفترس. الحيوان المفترس يتغذى على العشب. غالبا ما يكون الحيوان المفترس نظامه الغذائي لاحم، أي أنه يتغذى على الأغذية من أصل حيواني ولا يتغذى على العشب. إذا الإجابة الصحيحة في السلسلة الغذائية الحيوان المفترس يتغذى بالحيوان العاشب. التمرين الثالث: يتميز الحيوان المفترس بأنيابه الطويلة أو منقاره المعقوف، وبره السميك، قرونه وحوافره. إذن يتميز الحيوان المفترس بأنيابه الطويلة أو منقاره المعقوف. إذن الحيوان المفترس يكون لديه أنياب طويلة أو منقار معقوف. التمرين الرابع: تتمثل وظيفة الجذور النباتات في امتصاص الماء وتثبيت النبتة في التربة، امتصاص الغذاء، نقل الغذاء. إذن تتمثل وظيفة جذور النباتات في امتصاص الماء وتثبيت النبتة في التربة. هي العبارة الصحيحة. إذن والوظيفة التي تقوم بها الجذور في النباتات هي امتصاص الماء والأملاح المعدنية وتثبيت النبتة في التربة. امتصاص الغذاء لا، فالغذاء يصنع على مستوى الأوراق. نقل الغذاء
الساق هو الذي ينقل الغذاء. خامسا، تتصف النباتات التي تعيش في بيئة جافة بأوراقها الكبيرة، أوراقها الشوكية، انعدام الأوراق. تتصف النباتات التي تعيش في بيئة جافة بأوراق كبيرة. لا، الأوراق الكبيرة لا. أوراقها الشوكية نعم. مثلا الصبار الذي يعيش في بيئة جافة فهو يتميز بأوراق شوكية. انعدام الأوراق لا. الحصة الثانية أدعم تعلماتي. أخطط سلسلة غذائية. ألف، أكمل السلسلة الغذائية بأسماء الحيوانات التالية: ضفدعة، بلشون، جرادة. إذا لدي سلسلة غذائية بها نبات، لكن هناك بعض الحلقات غير مكملة، إذا سنكمل هذه السلسلة الغذائية بإضافة هذه الحيوانات. لدي الضفدعة، البلشون هو طائر يشبه اللقلاق. جرادة، إذا سنضع كل حيوان في مكانه المناسب. نبات يؤكل من طرف الجرادة، ثم الجرادة تؤكل من طرف الضفدعة، ثم الضفدعة تؤكل من طرف البلشون. إذن هذه السلسلة الغذائية: نبات يؤكل من طرف الجرادة، والجرادة تؤكل من طرف الضفدعة، والضفدعة تؤكل من طرف البلشون. أعين الحيوان الفريسة من الحيوان المفترس في هذه السلسلة الغذائية. إذن في هذه السلسلة الغذائية سنحدد ما هي الفريسة وما هو المفترس في هذه السلسلة الغذائية. إذن في هذه السلسلة الغذائية الفريسة هما الجرادة والضفدعة، والمفترس هما الضفدعة والبلشون. فالجرادة هي فريسة الضفدعة، أي أن الضفدعة تتغذى على الجرادة. إذن الجرادة بالنسبة للضفدعة هي الفريسة، والضفدع بالنسبة للجرادة هي المفترس. لكن في الحلقة الثانية لدي الضفدعة تؤكل من طرف البلشون، فالضفدعة هي فريسة البلشون، بينما البلشون هو مفترس الضفدعة. Exercice 2. Qui suis-je? من أنا؟ Je colorie la bonne étiquette. إذن سألون البطاقة المناسبة. A. Je vis dans un climat très froid. أعيش في بيئة باردة جدا. Je dors tout l'hiver. أنام الشتاء كله. Ma fourrure est très épaisse. فروي سميك جدا. L'ours الدب. Le chat القط. Le mouton الكبش. Qui suis-je? من أنا؟ Je vis dans un climat très froid. أعيش في بيئة باردة جدا. Je dors tout l'hiver. أنام الشتاء كله. Ma fourrure est très
زيبيس فروي سميك جدا، إنه سي لوغز، إنه الدب. الدب هو الحيوان الذي يثبت في الشتاء ويعيش في بيئة باردة جدا، ولديه فرو سميك يقيه من البرد الشديد. B. À l'approche de l'hiver, je migre en groupe vers l'Afrique. باقتراب فصل الشتاء أهجر في مجموعات إلى أفريقيا. Je parcours environ 300 km par jour. أعبر حوالي 300 كيلومتر في اليوم. Je suis friand d'insectes volants. أتغذى على الحشرات الطائرة. La tortue السلحفاة، la poule الدجاجة، l'hirondelle السنونو. À l'approche de l'hiver, je migre en groupe vers l'Afrique. أو بحلول فصل الشتاء أهاجر في مجموعات إلى إفريقيا. ما هو الحيوان الذي يهاجر؟ هو السنونو l'hirondelle. Je parcours environ 300 km par jour. يقطع السنونو حوالي 300 كيلومتر في اليوم لأنه حيوان يطير. Je suis friand d'insectes volants، يعني أقتات على الحشرات الطائرة، فالسنونو يقتات على الحشرات. إذن الحيوان الذي نبحث عنه هو السنونو l'hirondelle. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.